السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في خبر عاجل، الرئيس دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي. كذلك غادي نشوفوا بأن توجس عند الكبرنات والبوليساريو بعد دعوات لمعاقبتهم من طرف نواب في الكونغرس الأمريكي. غادي نشوفوا ماذا يقع. كذلك غادي نشوفوا بأن الإمارات ودول الخليج يستعدون بعد إعلانهم ارتفاع عدد الوفيات والجرحى بسبب العدوان الايراني. غادي نشوفوا كلشي بتفاصيل في هذا المباشر. مغاربه الاحرار ما تنساوش اللايكات ديالكم، البارطاج على وسع النطاق لتصل المعلومه الى الجميع. لاول مره كتشوف القناه ديالنا ما تنساش انك تشترك وتفعل الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالنا. اذا نبداو على بركه الله بهذا الخبر العاجل اللي وصلنا يعني بضع دقائق. الرئيس دونالد ترامب الرئيس الامريكي خرج واكد بان الحرب شارفت على النهايه. وغادي نشوفوا شنو قال دونالد ترامب. كذلك غادي نشوفوا ايران شنو هو الرد ديالها، خاصه بعد اختيار ابن خامنئي كمرشد اعلى جديد لايران. وغادي نشوفوا الضربات وكلشي كذلك الاسعار الاخوان اللي حقيقه وصلت العالم كامل تضرر فعلا، لذلك العالم يضغط لنهايه هذه الحرب هذه. اذا نبداو على بركه الله بالخبر الاول اللي هو اليوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب خرج في مؤتمر صحفي واكد بان الاهداف ديال الحرب اللي وضعتها الاداره الامريكيه تم انجازها بنسبه كبيره، اللي هي كما قال بان الاهداف ديال الولايات المتحده هي تدمير الترسانه العسكريه ديال ايران. المنصات ديال اطلاق الصواريخ قال بان تم تدميرها اكثر او نعم تم تدمير اكثر من 80% منها، قال بقات لهم فقط 20%. كذلك قال بان لولا التدخل الامريكي لكان النظام الايراني بعد اسبوعين كانت بقى له فقط 15 يوم ويحصل فعلا على القنبله النوويه. وقال انذاك ما كانش شي نظام في العالم ومن ضمنه الولايات المتحده قادره على انها يعني تتكلم مع النظام الايراني. قال داكشي علاش تدخلنا، يعني كانه يشرح للعالم اللي الان العالم كيتغط باش توقف هذه الحرب، لان التبعات ديال هذه الحرب فعلا وصلت لكل شيء. اليوم هنايا في اسبانيا راه تقريبا وصل المازوت وليسونس وصل لجوج ديال الاورو وصل في بعض المناطق. ويعني تحذيرات كتقول بانه ممكن يوصل حتى ل 3 ديال الاورو للتر. في واحد الوقيته كنا كنديروه باورو 20، دابا وصل لجوج الاورو، ممكن يوصل 3 الاورو. يعني ولا من المستحيل انك تهز السياره ديالك وتمشي تخدم بها، والا داك الصالير اللي غادي تشد في العمل ديالك خصك تحطو غير فقط في المازوت ديال الطوموبيل ولا في ليسونس ديال الطوموبيل. وهذا الامر هذا ماشي غير في اسبانيا، في العالم كامل الان. اوروبا كامله كتعاني، اوروبا كامله كتضغط الشركات الكبرى هنا في اوروبا، يعني ضرات بسبب هذه الحرب، وكتضغط على الولايات المتحده باش انها توقف هذه الحرب اللي كتقول بان فقط لها خسائر يعني اقتصاديه على العالم. من هنا داكشي علاش هذه الضغوط هذه العالميه خرج دونالد ترامب وقال بان الحرب في ايران انتهت الى حد كبير وندرس السيطره على مضيق هرمز. يعني ملي دونالد ترامب تكلم على مضيق هرمز هو تكلم على الامدادات ديال الغاز وديال النفط اللي كتدوز، والتجاره كذلك العالميه اللي كتدوز عن طريق هذا المضيق، اللي الان ايران اعلنت اغلاقه بشكل كامل. والحرس الثوري الايراني قال ان اي سفينه تكون كتحمل العالم ديال اي بلد الى دازت مضيق هرمز غادي تحرق. فداكشي علاش الان النفط قطر كانت خرجت واعلنت بان وقفت الانتاج، قالت ما هذا ما تصدرش، وقفت الانتاج. دول اخرى مثل الكويت والعراق وكذا هما وقفوا واحد الجزء كبير ديال الانتاج ديالهم. بالتالي العالم الان واقف، ما كيوصلوا لا غاز لا بترول من داك النواحي. هنا غادي نشوفوا يعني جانب اخر، لكن بسبب يعني ايران كانها عرفت تضغط على العالم وعلى دونالد ترامب، خاصه ماشي عسكريا، اقتصاديا اكثر ما هو عسكريا. مضيق هرمز لعب واحد الورقه ديال الضغط في يد ايران لايقاف الحرب ولدفع الولايات المتحده الامريكيه وبالضبط الرئيس دونالد ترامب انه يخرج ويعلن ويطمئن العالم والشركات العالميه، يقول لها بان الحرب راها انتهت وممكن في الساعات القادمه
يعني يكون اعلان ديال وقف الحرب، لان غادي نشوفوا كذلك يعني تسريبات اخرى كتقول بان فعلا كاين وسطاء كيجريو حوار بين الدبلوماسيين الايرانيين والدبلوماسيين الامريكيين بدون اشراك اسرائيل، فقط امريكا مع ايران يريدون التوصل في الساعات القادمه الى توقيف يعني دائم للحرب. لكن الى حدود الساعه دونالد ترامب قال شارفت على الانتهاء، وبانها قد انتهت الى حد كبير حسب وصفه وحسب التصريحات اللي يعني نشرتها قنوات عالميه وقنوات دوليه. غادي نشوفوا مثلا بالتفاصيل اشنو قال، وغادي نجيو نقول لكم معلومات جد مهمه، لان كاين توجس الان عند البوليساريو وعند الكابرانات. علاش الكابرانات والبوليساريو خايفين يعني من نهايه الحرب على ايران؟ غادي نشوفوا هذا الامر هذا. صرح دونالد ترامب الاثنين للصحافيه في شبكه CBS بان الحرب في ايران شارفت على الانتهاء، وموضحا ان ايران ما عادت تملك قوه بحريه ولا اتصالات ولا قوه جويه. واضاف الرئيس الامريكي في مقابله عبر الهاتف ان الولايات المتحده قطعت شوطا كبيرا بالنسبه الى البرنامج الزمني الذي سبق ان حدده، والذي راوح بين 4 و5 أسابيع. يعني قال لهم رحنا جزء كبير من الاهداف ديالنا رحنا درناها، وبان صافي الان ما بقى لنا الا نديروا الضربات الاخيره باش اننا ننهيو هذه الحرب هذه. نعم، كما نقلت وسائل اعلام رسميه عن قائد القوات الجويه التابع للحرس الثوري الايراني قوله اليوم انه ان ايران ستزيد قوه وتواتر اطلاق الصواريخ وستوسع نطاقها. واضاف ماجد موسوي انه اعتبارا من الان فصاعدا لن يتم اطلاق صواريخ برؤوس حربيه يقل وزنها عن طن. يعني ايران تتوعد، ايران كانها تقول بان الضربات الاخيره ستكون الى ايران وما غاديش تكون الولايات المتحده الامريكيه. متفقين؟ وزائد ان التصريح الاخير ديال الحرس الثوري كيقول بان الصواريخ الان اللي غادي تطلق فقط الصواريخ الثقيله العنيفه هي اللي غادي تطلق، الصواريخ الصغيره ما غاديش تطلق حسب البيان. وهذا كيبين يعني كان المرشد الجديد اللي هو ابن علي خامنئي كانه بغى يبين زعما العنف ديالو والبصمه ديالو او لا الروح الانتقاميه ديالو تجاه الولايات المتحده الامريكيه واتجاه المنطقه، لانهم هما كيضربوا المنطقه. الولايات المتحده ما كيضربوش، كيضربوا الاشقاء ديالنا العرب، يعني كيديروا عدوان على الدول العربيه المسلمه في شهر رمضان. يعني اما امريكا راه بعيده. من جهه ثانيه قال رئيس كتله حزب الله محمد رعد في كلمه الاثنين انه لم يبقى من خيار سوى المقاومه والدفاع عن وجودنا مهما كان الثمن، في وقت تواصل الغارات الاسرائيليه على معاقل الحزب في لبنان الى حدود الساعه. هناك الان بعض المحللين كيقولوا بان دونالد ترامب بالتصريح ديالو اللي خرج قال بان الحرب ستنتهي، بان شرفت على الانتهاء او انها انتهت الى حد كبير، فقط باش انه يكالمي